السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه العيش الشامي للسندوتشات. هنعمل كميه كبيره جدا من نص كيلو دقيق، هيعمل لنا كميه حلوه قوي ينفع لسندوتشات المدرسه، ويكون تغيير شويه عن الفينو، كمان حلوه قوي لسندوتشات الفول والطعميه للفطار في البيت. وهيعمل لنا كميه كبيره، وتعمليه بقى في اي وقت. نص كيلو دقيق هيعمل معاكي كميه كبيره جدا. ممكن لو انت ما عندكيش عيش في ثواني هتعمليه، مش هياخد منك وقت، وطعمه حلو قوي. كمان بيتسوى على البوتاجاز من فوق، او ممكن برضو تحطيه في الفرن. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناه ازاي. معايا نص كيلو دقيق، قلبت فيه نص معلقه صغيره ملح، ودلوقتي هحط فيه معلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره خميره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. كله على الدقيق. بدل انت ضامنه الخميره بتاعتك وعارفه ان هي شغاله، فخلاص مش شرط تختبريها بره. ودي كوبايه ميه دافيه. طبعا انا عارفه ان النص كيلو هياخد اكتر من كده، فحطيت الكوبايه كلها الاول، وبعد كده معايا نص كوبايه هاخد منها حوالي ربع كوبايه بس. يعني النص كيلو دقيق هياخد معايا كوبايه وربع ميه. طبعا الميه لازم تكون دافيه عشان خاطر يخمر معايا بسرعه. اضيف الميه معلقه بمعلقه واعجن كويس. لازم طبعا اي عيش او اي معجنات تتعجن كويس عشان خاطر يبقى فيها عرق. لما يكون معجون كويس وكمان اسيبه يخمر كويس، العيش هينفخ معايا وهيكون طعمه حلو. ما اقلبوش كده وخلاص، لازم اعجنه كويس. معلقه بمعلقه بس كده، عشان خاطر طبعا ايدي كمان تكون فكه كده من العجين. وبعد ما عجنته كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، معلقه زيت واحده بس بسلك ايدي فيها بس كده من العجين، والم بيها العجينه بتاعتي. طبعا لازم تكون العجينه ناعمه خالص معاكي. لما تكون ناعمه خالص معاكي، معلقه زيت واحده بالظبط، او ممكن معلقه ميه كمان، مش شرط زيت. دلوقتي بقى غطيته بكيس ستريتش كده، وبعد كده احط عليه فوطه واسيبه في مكان دافي يخمر. سبته حوالي ساعه الا ربع، خمر معايا. بعد كده برش دقيق كده على الرخامه او على اي صينيه، ونزلت العجينه. انا دلوقتي مش هقطع بقى ولا هفردها، هعملها بطريقه سهله قوي. قطعتها بس نصين كده، اسيب النص التاني متغطي كويس على ما افرد الجزء دوت شويه كده واركنه. طبعا هو انا لسه دلوقتي شايلاه، ما سبتهوش يرتاح ولا حاجه، عشان كده بفرده شويه واسيبه يرتاح شويه. جبت الجزء التاني برضو فردته، واسيبه جنبه كده يرتاح شويه. بعد ما سبته دقيقتين بس كده ارتاح، هيكون طبعا سهل معايا كده بالنشابه او بايدي. ودلوقتي بقى بكوبايه، وهقطع عيش صغنن كده على قد السندوتشات، هيكون شكله حلو قوي. بس شوفي كوبايه عندك يكون الفتحه بتاعتها من فوق واسعه شويه، او ممكن طبق صغير كده وتقطعي بيه، بدل ما نقعد نقطع كور صغيره ونرجع نسيبها تخمر ونرجع نفردها تاني. كده سهله قوي. بس لازم طبعا تسيبوا سمكه كده حوالي نص سنتي، عشان خاطر يبقى شايل معاكي، ما ترققيهوش قوي. نص سنتي. وبعد كده بنغطيه ونسيبه يرتاح ربع ساعه، بيشيل اكتر. كده بقى لما بتحطيه على النار تسويه، بيكون شايل معاكي وشكله حلو، مش بيكون مبطط وما يشيلش معاكي، بيكون رقيق. لازم يكون تخين شويه عشان خاطر يتفتح للسندوتشات. وكمان حجم العيش صغنن كده وشكله حلو. وهيطلع المقاسات كلها قد بعضيها. افرده كله بقى بنفس الطريقه دي، مش هياخد معايا وقت. وطبعا بعد ما اشيل اللي انا قطعته الحبه اللي هيتفضلوا، العجينه اللي هتفضل معايا هلفها واسيبها ترتاح تاني، وبعدين استخدمها تاني. سبتها وجبت العجينه اللي انا كنت فرداها شويه، وقطعتها برضو بنفس الطريقه. صينيه بقى على رشه دقيق خفيفه قوي، او ممكن تحطي قماشه عليها وترصي عليها كده. بقطع واسيب الحبه اللي يتفضلوا. انا حطيتهم كده على بعض، بس ما تكتريش اكتر من كده عشان خاطر تشيل معاكي، ما يتبططش بقى كده. اول ما بيتحط بيتنفخ على طول. ازاي شكله حلو قوي. طاسه على النار تكون فوق المتوسطه بشويه، مش عاليه قوي ومش واطيه قوي. ولازم اول ما احط اقلب على طول، اول ما الاقيه شد معايا بسيط كده اقلب، عشان خاطر يتنفخ معايا. والجزء اللي يتنفخ ادوس عليه بالراحه كده بالمعلقه، هينفخ معايا كله. طبعا دوت دقيق بس اول مره في الصينيه كان فيها دقيق خفيف كده، لازم طبعا امسحه عشان خاطر ما يسمرش معايا. لكن اللي محطوط على القماشه ما فيهوش دقيق ولا حاجه. احط كله بقى كده في الطاسه بتاعه الكريب، او اي صينيه عندك تيفال، او ممكن تقلبي صينيه، او ممكن ترصيه بقى في صاجه وتحطيه في الفرن. تحطيه من تحت خالص في الفرن على الصاجه اللي تحت كده، وبعد كده تولعي عليه الشوايه بعد ما يحمر من تحت، او تقلبيه تخليه مكانه تحت وتقلبيه برضو. ما بياخدش معايا وقت. اول ما بحطه بلاقيه نفخ كده على طول. عمل معايا كميه كبيره جدا، عمل معايا حوالي 50 سندوتش من نص كيلو دقيق. حلو قوي. العيش طعمه حلو جدا، بحبه دقيق وحبه ميه طلعت كميه كبيره، وطعمه حلو جدا. تغيير مع الفينو كمان. وكمان حلو قوي مع سندوتشات الفول والطعميه، بيكون حلو قوي. شايفين اول ما احطه بينفخ كده على طول. تقدري بقى تعملي كميه اكبر من كده كمان وتحطيه في الفريزر. وتقدري تعمليه كبير شويه، اكبر من كده شويه، او تعمليه عيش كبير براحتك بقى زي ما تحبي. انا عاملاه صغير كده عشان خاطر اعمله للمدرسه. لو عندك اطفال صغيره كده يكون على قد قطمتين بس كده، مش يقع منهم كده. خلاص
اول ما بحطه بلاقيه نفخ معايا كده على طول، ما استناش لحد ما يحمر خالص، لازم اقلبه على طول. اقلبه كده كذا مره، ولو جزء نافخ كده ادوس عليه هتلاقي الرغيف كله نفخ. العيش طعمه حلو جدا، بحبة دقيق وحبة مية، لكن طعمه حلو جدا. طبعا في الفرد بتاعه لازم تسيبيه كده حوالي نص سنتي، ما تفرديهوش على الاخر. لازم سمكه يكون تخين سنه عشان خاطر يشيل معاكي، لان انت لو فرده رفيع خالص مش هيشيل. عملت كميه كبيره، نص كيلو دقيق بالظبط وكوبايه ميه عملت لي الكميه دي كلها. والرغيف الاكبر شويه برضو حلو، لانها كانت اخر عجينه باقيه فطلع اكبر شويه، بس شكله حلو برضو، قلبه طري جدا كده. طبعا اول ما تطلعيه لازم تغطيه برضو، سيبيه يهدى شويه وبعد كده تغطيه. من جوه قلبه ابيض جدا وطري واحلى من الفينو كمان. اهم حاجه ما ترققيهوش قوي، سيبيه تخين سنك صغيره حوالي نص سنتي بس. وطبعا لازم نسيبه يخمر تاني، يعني احنا بعد ما بنقطعه او نفرده بنسيبه يرتاح تاني شويه وبعد كده نخبزه. بس كده، ما خدش معايا اي وقت، 10 دقايق بالظبط كنت مخلصاه خبيز حلو قوي. كمان قطعناه بطريقه سهله بالكوبايه، مش هتقعدي بقى تقطعي كور وبعد كده تفرديها، بطريقه سهله قوي وطلع معاكي شايل كله وحلو قوي. بس كده، اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.